السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي تشوفوا الفيديو. وحشتوني جدا جدا جدا. اهلا وسهلا بيكو في قناتنا الحياة اجمل مع احمد وامل. وحشتوني جدا برضو كتير كتير. طبعا برضو كده صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي تشوفوا فيه الفيديو. وطبعا ما تنسوش الدعوة الحلوة اللي من قلبكم وكلامكم الجميل ودعواتكم الجميلة. ربنا يخليكم لينا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا، ولا من كلامكم الجميل ولا من دعواتكم الجميلة ولا من اي حاجة حلوة انتوا بتعملوها لنا وكلامكم الجميل ده اللي بشجعنا. بحبكم جدا جدا جدا. وطبعا برضو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله وهنعمله ان شاء الله. ويخليكم معانا كده دايما، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. ربنا يديمكم في حياتنا يا رب طول العمر، تفضلوا معانا دايما كده وفي ظهرنا ومشجعينا. النهارده بقى كده الفيديو بتاعنا يعني ايه، انا او يعني ما بطبخش كتير فوق. تمام. فالنهاردة كده قلت لازم أطبخ وأشارك يومي معاكم كده، لأن انتوا طلبتوا مني كتير إن أنا أطبخ يعني وكده. فأنا قلت برضو مش هرفض لكم طلب خالص وأطبخ معاكم على طول، ومش هحرمكم من أي حاجة انتوا بتطلبوها مني. طبعا هنا بقى ايه، اول حاجه كده كان البوتاجاز مش نضيف. قلت انا لازم، انا اصلا ما بحبش اعمل حاجه اكون بادئه في الحاجه كده وتكون مش نضيفه، لازم يعني ان انا ايه انضفها الاول. تمام. وبعدين بقى ايه ابقى اشتغل انا كده على طول. فانا قلت بقى ايه انضف المكان الاول كده حواليا وبعدين اشتغل بقى واطبخ. قلت لماما فادية بقى ايه انا هطبخ فوق النهارده وانتوا طلعوا اتغدوا معانا. طبخت بقى وظبطت الدنيا كده، وماما فادية طلعت برضو كانت واقفة معايا، قالت لي مش هسيبك لوحدك. فهي كانت واقفة معايا برضو ورا الكاميرا. فبرضو ايه هنقول لكم كده بقى ايه، ندخل في الموضوع ونشوف احنا عملنا ايه وهنتكلم معاكم برضو. اول حاجة كده إيه مسحت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين وغسلته كويس. بعدين بقى كده جبت قطعت الفراخ كويس وحطيت كده، جبت مكعب زبدة. تمام. وبعدين جيت جبت بقى ايه الفراخ كده وحطيتها كده. تمام. وبعدين جبت طماطماية وبصلة وفلفل وقطعتهم كده وحطيتهم زي ما انتوا شايفين على الفراخ كده. وبعدين جبت ورق لورا وحبهان و... وتوم، وبعدين فلفل اسمر. تمام. وبس كده. وحطيتهم بقى ايه في حطيتهم بقى كده زي ما انتوا شايفين على الفرخة وسبتها كده، وسبتها بقى ايه تستوي مع نفسها كده وتبقى حلوة كده زيكم. وهتشوفها دلوقتي وهي بتغلي يعني. وبعدين بقى كده جبت حلة وبعدين حطيت زيت وشعرية بقى، هنعمل رز بشعرية. وكان طعمه تحفة جدا والله العظيم. يعني بص انا كنت يعني انا تعبانة وما ايه ما كنتش بستطعم بطعم الاكل، بس كل اللي كان ياكل الله ده الاكل طعمه جميل وانا هموت وادوق طعم الاكل طعمه ايه. بس الحمد لله دقته يعني، والحمد لله استطعمت بيه مرة تانية يعني. هنا بقى ايه كنت حمرت الشعرية كده زي ما انتوا شايفين، شكلها تحفة جدا. وبعدين نزلت كده بالرز كنت غاسلة الرز كويس، ونزلت بيه كده على الشعرية وقلبتهم في بعض كده، وغليت مية في الكتل. غليت الكتل كده مية، وانا كنت معايراها به يعني علشان يعني الرز ما يبقاش ولا كده ولا كده، فهم كانوا مظبوطين يعني. هنا بقى ايه كان الرز نشف بقى كده وشكله بقى مورور كده. وهنا بقى ايه غطيت عليه وطيت عليه بقى كده زي ما انتوا شايفين اسيبه يتلدن بقى. وده كان شكل الفراخ اهو. هنا كانت بتغلي، زودتها مية برضو، مليت الكاتل مية وزودتها مية كده. تمام. واسيبها بقى براحتها مع نفسها كده، بس ما طولتش عليها برضو لان الفراخ بتستوي على طول. فسبتها شوية وبعدين كل شوية كنت ببص عليها يعني استوت او لا.
وكنت بوريها لكم يعني وهي بتغلي. بس كده ولعنا على الرز وولعنا على الفراخ. لسه بقى ايه الغاموس. هنعمل بسلة. جبت بقى ايه بطاطساية كده، قصدي بصلاية، وقطعتها شرايح كده. قطعتها مش شرايح، قطع صغيرة يعني مش شرايح. اهو قطعتها كده. طبعا ما كنت انا مبعرفش اقطع بالسكينة دي، فقلت هتعلم وكده، فتعلمت الحمد لله وعرفت اقطع بيها. انا كان شغلي كله وانا عند ماما، واي حتة كنت بشتغل بالكزلك، يعني بنستعمل الكزلك على طول. فايه بتعلم يعني ايه، بحاول ان انا اتعلم بالسكاكين وكده. فتعلمت والحمد لله. جبت هنا بقى ايه، جبت هنا جبت مكعب زبدة برضو كده زي ما انتوا شايفين، سيحته الأول على النار. سيحتها كده. وبعدين هحط برضو ايه، البصلة كده. تمام. حطيتها كده كويس وقلبتها كويس كده زي ما انتوا شايفين. كان الزيت، كان السمنة، الزبدة كانت قليلة، فزودت برضو عليها ايه، شوية زيت صغيرين كده زي ما انتوا شايفين. ف علشان كان خاطر ان هو كان قليل، كانت الزبدة قليلة فما كانش هينفع، وقلت ايه اجيب شوية زيت وازودهم عليه. هنا بقى كده معلقة توم كبيرة، وقلبتهم مع بعض كده. احنا منحمراش يا جماعة، احنا بنسيبها بس ايه، يعني تاخد لون بس كده بسيط، وبعدين ننزل بقى ايه بالحاجات. هنا بقى كده كان مكعب مرقة. تمام. وقلبته كده وداب في الخلطة دي، في البصل والثوم. قلبته كده، فضلت اقلبهم في وداب فيها. هنا بقى كده جبت البسلة، هي كانت ساقعة يا جماعة لأن كانت ماما فادية مطلعاها من البتاع، فسابتها تفك يعني شوية لوحدها كده. تمام. قلبتها كده كويس في البصل والثوم والمرقة الدجاج. سبتها بقى لوحدها كده شوية، لحد ما ايه، ما يعني ايه لازم تتساب كده يعني يا جماعة. هنا بقى كده جبت ايه، فلفل اسمر على كمون على البهارات مشكلة، وقلبته وحطيتهم كده على البسلة. وبعدين بقى ايه قلبتهم شوية وغطيت عليهم. هنا بقى ده كان شكلها. نزلت بقى كده عليها بالطماطم وقلبتها كده كويس. طبعا ماما فادية كانت مجهزة لي الطماطم، يعني ضربها في الخلاط ومجهزاها لي. وبقى ايه، سبتها كده بقى لوحدها تستوى بقى براحتها كده، وغطيت عليها. وهنا كان الرز استوى، قمت مطفية عليه. وده كان شكله يشرح القلب والله. زي ما بتقولوا كده يشرح القلب الحزين. هنا بقى كان ايه في مواعين فايضة مني كده. فايه قلت بقى اعملها وانا واقفة كده، احسن ما انا واقفة كده مش مستنية الاكل كده. وقلت ايه انضف كده المكان حواليا، واظبط كده المكان حواليا وميبقاش فيها اي حاجة، واستنى الاكل لما يطلع بقى واصورهولكوا بقى كده واجهزهولكوا. تمام. ما بحبش حاجة ايه ان المطبخ يكون متعكوز كده، بكون متعقدة والله العظيم يعني. مر عليا يوم اللي هو بتاع الأوضة لما كانت متعكوزة كده، كنت متعقدة ان انا ادخل الأوضة اصلا، لان انا يومها كنت تعبانة، كان كل حاجة عليا كده جاية عليا، ما كنتش عارفة اعمل حاجة. بس ايه الحمد لله، عدت على خير وما عادش تحصل تاني ان انا اسيب شقتي كده. كانت متعكوزة خالص بس الحمد لله بقت حلوة وما عادش حاجة. وفي فيديو جديد طبعا هينزل، وانتظروا بقى ايه فيديوهات جامدة كده زيكم، واي حاجة انتوا عاوزينها مننا طبعا. خلصت كده بقى ايه الحاجات اللي كانت معايا كده غسلتها كويس. وكانت الحلة الصغنطوطة دي بحبها جدا. شكلها حلو كده يا جماعة، بحبها. كانت بلبل عاملة اندومي وبتاكل اندومي يعني، بغسلها يعني وراه. بحب الاندومي يا جماعة على فكرة، بس ممنوعة منه. يعني ممنوعة منه يا خسارة. اكلته، كنت الصراحة يعني انا اكلته مرة وانا حامل، مرة او اتنين تقريبا. وانا في المدرسة كان صحابي بيجيبوا، قلت والله لا هجيب معاكم.
يعني يقولوا خلاص مش جايبين عشان خاطرك وكده اقولهم لا هجيب. فكنت انا بحبه جدا والله يا جماعة الاندومي، بس خلاص ما عدتش هاكله تاني خالص. بعد ما تعدي يعني على خير وانه يطلع كده هاكله يعني وهعلمه على اكل الاندومي ان شاء الله. هنا بقى كده حبايب قلبي، كانت الفراخ استوت فطلعتها كده في بلاستيكية زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كان في بطاطسيتين كده معايا، قلت احطهم على البسلة، قلبتهم في بعض كده وكانوا حلوين يعني، فعشان كان الغاموس كان قليل وكده فقلت ازود ده عليهم. هنا بقى ايه الطاسة دي، كان حد سألني انتي بالعجل طاستك اسودت كده. لا يا جماعة انا حاجاتي لسه زي ما هي اهي، والطاسة بتاعتي مجرالهاش حاجة، بس الطاسة دي كانت تحت عند ماما فادية، بنعمل يعني ايه متخصصة يعني للتحمير وكده، فجبتها من تحت. ماما فادية قالت لي خديها من تحت عشان اعملي فيها يعني حمري فيها وكده، بس كده يعني مفيش حاجة. هنا بقى ايه كنت حمرت بقى الحاجات كده، حطيتهم حاجة حاجة يعني ما حطيتهمش مع بعض لان الطاسة ما كانتش واخدة وكده، فما حطيتهمش مع بعض. حطيت الاول كده الفخاد دي كده، وبعدين سبتهم، ده كان شكلهم اتحمر. ما تقوليش التانية دي اتحرقت مني، هي اتلسعت كده. اعتبروها يا جماعة مثلا فرخة مشوية، الفراخ المشوية بتكون زي المحروقة بالظبط. يعني ما اتلسعت مني بس ايه لسعة بسيطة. هنا بقى كده كنت بشوف البسلة كانت استوت تمام وبس كده. هنا بقى ايه كان اخر حاجة كانت معايا، سبتهم بقى كده يتحمروا بقى، وهنروح بقى نشوف هنعمل ايه تاني. تمام، فمتنسوش اللايك كده والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد بنعمله وهنعمله ان شاء الله، وتخليكوا دايما معايا كده وفي ظهري ومنوريني كده، نوروني. دعمكم الجميل ده كده ودعواتكم الجميلة ما تحرمش منكم ابدا ابدا. كنت خلصت بقى كده يا جماعة هنا، وبعدين كنت بغرف بقى الأكل وكده. غرفت الأكل والجماعة كنت طلعتهم بقى معايا فوق. قلت لهم يلا الأكل جاهز. كان بابا جمال اللي تحت وكده وأبلة أسماء، فناديت بقى، وماما فادية كانت واقفة معايا برضو، فناديت بقى على الجماعة وقعدنا كده اتغدينا، وقلت لهم أنا عازماكوا عندي النهاردة عازماكوا عندي فوق. فطبعا هو بيتهم والله، البيت تحت فوق بيتهم يعني مش حاجة غريبة، عادي يعني. فهنا بقى كنت بخرف البسلة تمام، وغرفت الرز والشوربة وكل حاجة بقت تمام، ونروح نتغدى بقى. اتفضلوا معانا. طبعا كده ده كان شكل الأكل تحفة، والصينية كانت صينية جميلة كده زيكم. وبس كده حبايب قلبي اتغدينا والحمد لله وشكروا في الأكل جدا. وعملت شاي بقى عملت شاي وشربنا شاي واتغدينا والدنيا حلوة. وبس كده قلت بقى اغسل المواعين معاكم كمان، ما طولتش عليكم. ويا رب الفيديو يعجبكم، وانتظروا مني فيديوهات جميلة جدا وهتحبوها ان شاء الله. وبحبكم جدا جدا، ربنا يخليكم لينا يا رب، من داخل مصر ومن خارج مصر كلكم على دماغنا. و يعني عاوزة اقول لكم انكم طول ما انتوا معانا احنا مكملين، ودي كلمتي على طول، احنا مكملين طول ما انتوا معانا وفي ظهرنا. تمام، ربنا يخليكم لينا يا رب وما تحرمش منكم ابدا ابدا. هنا بقى كنت غسلت الصينية كده وغسلت كل حاجة على السريع. وبس كده. بفكركم كل شوية برضو منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد بنعمله وهنعمله ان شاء الله، وخليكوا دايما معانا كده وفي ظهرنا. وطبعا انا يبقى كده غسلت معاكم، طبخت معاكم وغسلت معاكم المواعين واتكلمت معاكم شوية، ونشوفوا بقى في فيديو جديد وحاجات جديدة كده كتيرة، وانتظروا مننا حاجات جميلة كده زيكم، واي حاجة انتوا عاوزينها مننا برضو. وطبعا برضو اللي لسه مشتركش في قناة جمهورية احمد وامل يروح يشترك فيها بسرعة،
وبرضه خليكم معانا كده وبحبكم جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة بقى ايه، انتوا طلبتوا مني كتير ان انا اطبخ وكده، فانا منتظرة مني برضو زي ما بقولكوا فيديوهات طبخ كتير، وفيديوهات روتينات برضو كتير ومختلفة كتير وبس كده حبايب قلبي، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. نشوف وشكوا على خير الفيديو الجاي ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد. منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله هنعمله ان شاء الله. مع ألف مليون سلامة. نشوف وشكوا على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي، سلام.